الليلة دي كانت غريبة جدا على عمرو. كان ساكن في بيت قديم في حي شعبي في القاهرة. البيت ده ورثه عن عيلته، ومن يوم ما اتملك فيه حس انه مش مرتاح، ودايما حاسس ان في حاجة غريبة بتحصل. عمرو كان شاب هادي بيدرس في الجامعة وبيشتغل على مشروع دراسته في البيت ده، بس من أول يوم بدأ يحس بحاجة مش طبيعية. صوت خطوات في السرداب اللي تحت البيت، على الرغم ان محدش كان نازل هناك غيره. كل يوم كان يحس ان في حد بيبصله من السرداب، ومرات يسمع صوت تنهدات غريبة وكأنه حد حزين وعايز يفضفض. عمرو حاول يتجاهل وكمل دراسته، لكنه كان ما بيحسش براحة أبدا. في يوم من الأيام قرر يعمل بحث عن البيت، ولقى إن في أسطورة قديمة بتحكي عن وجود جن أسفل البيت ده، بيتربص باللي ساكن فيه وبيظهر لهم في أوقات معينة. حكاية الجن اللي في السرداب كانت مأخوذة من ناس كانوا عايشين قبل كده في المنطقة، وقالوا إنهم كانوا بيحكوا عن أصوات غريبة، وأحيانا ناس كانت بتختفي فجأة من غير أثر، وكأن الجن ده بيلعب بيهم. عمرو بدأ يشعر بالخوف يحاصره، وقرر يفتح السرداب ويشوف إيه اللي بيحصل هناك. في ليلة مظلمة جهز مصباحه وبدأ ينزل السرداب، وده كان محور تحت الأرض وبيطلع منه ريحة غريبة. صوت خطواته كان واضح وهو بينزل بحذر. أول ما دخل لقى جدران مغطاة برسومات غريبة وكتابات باللغة القديمة كانت بتقول: احذر من الجن اللي هنا، هو اللي مسيطر على المكان. وفجأة ابتدى يسمع صوت خافت وكأنه حد بيضحك، ثم ظهر قدامه ظل كبير، عيونه كانت حمرة وشفايفه مبتسمة بطريقة مخيفة. عمرو حاول يهرب، لكن الباب اللي وراه اتقفل فجأة وبدأ الظل ده يتحرك تجاهه ببطء. حاول يصرخ لكنه كان مستغرب من إن صوته اتقطع وكأنه مش قادر يتنفس. الظل ده بدأ يطلع له أصوات غريبة وبيحكي له حكايات عن عوالم تانية وعن الجن اللي مسيطر على البيت ده، وبيقول له إنه هو اللي عايش جوه السرداب ده وإنه مفيش هروب منه. عمرو كان مرعوب جدا وبدأ يحس ببرودة شديدة وإيده بتتلج، والجن ده بيتكلم بصوت مخيف وبيقول له إن إيده مش هتقدر تفتح الباب إلا لو عمل حاجة معينة. فجأة ذكر عمرو إنه لازم يقرأ آية من القرآن، فبدأ يردد آيات والجن بدأ يختفي وبدأت الأصوات تهدأ، وابتدى يلاقي نفسه بره السرداب ودموعه نزلت من الهلع والارتياح. من اليوم ده عمرو قرر يسيب البيت ده ويبتعد عنه، لكنه في كل ليلة بيشوف ظل كبير في البيت وبيحس بلمسة باردة وكأنه لسه موجود هناك، وبيضل يسمع الهمسات ويحس إن الجن اللي في السرداب لسه عايش وبيستنى فرصة تانية عشان يسيطر على حياته تاني.